السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم دي ميني بسطيله بالدجاج حلوين كيجيو رائعين غزالين. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجو، عندي هنا واحد شويه ديال السمن، عندي كاس دافي مرقده فيه زعفران شعره، عندي معلقه ديال الخرقوم البلدي، معلقه مع مرش ديال البزار، معلقه ديال سكينجبير، واحد جوج عويدات القرفه، ومعلقه ديال لقامه ديال الدجاج. اللي ما توفراتش ممكن يدير بسيبيسه ونويويره، او اللي ما بغاش يخلي يستعمل غير هاد المكونات الاخرين يستعملهم. غير هو هذاك البسيبيسه ونويره كيعطي المذاق زوين للدجاج، كيعطي واحد الفرق. وعندي واحد جوج دجاجات صغار اللي غسلتهم مزيان ونقيتهم وخليتهم تنشفوا، حكيت عليهم الحامض. هانتوما كما كتشوفوا راه كاين القشره ديال الحامض فوق من الدجاج، كتخلي الدجاج يجي منكه. صافي في واحد البول غادي ندير ديك معلقه السمن، داك الكاس مرقد بالزعفران، زعفران شعره. اللي ما عندوش ممكن يدير الضامه ديال الزعفران. وغادي ندير ديك المعلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال سكينجبير، معلقه مع مرش ديال البزار، وديك المعلقه ديال لقامه ديال البسطيله ديال الدجاج. راه متوفره عند الناس اللي كيبيعوا لوازم ديال هادشي ديال العطريه، وهادشي راه غادي تلقاوها عندهم. غادي ندير شويه ديال الملحه، ما تكثروش بزاف لان الدجاج مرقد في الملحه، نديروا غير القياس. وغادي ندير واحد جوج ضروس ديال الثومه. بالنسبه لي انا كندير الثومه، بزاف الناس ما كيديروش الثومه في البسطيله الدجاج، ولكن انا بالنسبه لي كنديرها لان الدجاج كيبغي الثومه، وإلا ما درتيهاش فيه ما عرفت انا ما كيجينيش الدجاج بلا ثومه. صافي غادي ندير جوج ديال الضريسات غادي نحكهم، وغادي نبدا نشرمل الدجاج ديالي مزيان، ونحاول ندخل ليه لقامه مزيان في الصدر مزيان. صافي من بعد غادي نغطي عليه وغادي نخليه ليله كامله. من الاحسن باش الدجاج ديالكم كيجي منسم مزيان بهاد العطريه هادي. واللي زربان ماشي مشكل، يخليه غير واحد ساعه ولا ساعتين صافي ويبدا طيب. انا بدلت هاد داك المولي في الاول ما جانيش هو هذاك، نسيت ما درتش ديك واحد نص حامضه، عصرتها ضفتها حتى هيايا صافي. وغادي نرجع ديك العطريه كامله اللي كاينه صافي، ونغطيه بالسلوفان ونخليه في الثلاجه. بعد ما خليت الدجاج ديالي ليله كامله، كناخذوا كوكوط ديالنا وكنبدا نستف فيها الدجاج ديالي. ما نعاودش لكم الريحه اللي فيه دابا رائعه. الدجاج تنسم مزيان بهذيك العطريه اللي درنا ليه. وغادي نضيف ليه واحد البصله كبيره مشلطه رقيق، وغادي نخليهم يتشحروا واحد شويه. من بعد غادي نضيف لهم واحد شويه ديال الماء ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. انايا ما غاديش نسد عليه، اللي بغى يسد عليه يسد عليه، حيت هو الدجاج دغيا كيطيب. ما سديتش عليه، غير غطيت عليه وخليته كيطيب على خاطره. نسيت ما درتش معكم، غادي ندير واحد الربيطه ديال المعدنوس، وواحد الكاس مع عامرش ديال زيت العود. اللي بغى يدير الزيت العاديه يديرها، انا كنفضل ندير زيت العود صافي. وغادي نروي غير بشويه د الماء كما كيبان لكم صافي، وغادي نخليه يطيب. ها هو الدجاج ديالي من بعد ما طاب مزيان. غادي نحاول نحيد دوك الطريفات ديال الدجاج نديرهم هكا في شي بول، وغادي نخلي المريقه اللي غادي نزيد ليها البصله. من بعد ما حيدت الدجاج ديالي غادي نضيف دابا البصلات. تقريبا درت هنايا واحد 5 ديال البصلات، بصله بيضه قطعتها هكا رقيق، وغادي نضيفها لهذا المرق، وغادي نخليها طيب حتى هي حتى تتنزل. غادي نضيف لها واحد المعلقه ديال القرفه صغيره ونخليها طيب مزيان. مره نبداو نحركوها حتى تتهود.
ها هي البصيله ديالي من بعد ما هودات ليا واحد شويه، غادي نضيف ليها واحد المعلقه كبيره ها نتوما كما كتشوفوا ديال الزبده، وغادي نضيف ليها واحد المورسو ديال السكر سنيده، وغادي نضيف لها واحد 2 معالق حتى ل3 ديال العسل، وغادي نخليها طيب مزيان حتى تتعسل وكتهود كيبقى فيها غير الزويته. بالنسبه اللي بغى يزيد الحلاوه يزيد الحلاوه، انا بالنسبه لي بركه غير هذيك الطوبه بركه ديال الحلاوه ومع العسل راه كتجي هي هذيك، باش ما كتجيش عاوتاني مقيته بالحلاوه، لان مازال غادي نعسلوها في الاخر، غادي نديروا ليها العسل هكا راه مزيان صافي. وغادي نخليوها طيب مزيان حتى تتوقف ما تغفاوش عليها. في هذه المرحله هذه بقاو تحاضينها وانتم كتحركوا مره حركوها باش ما تغفلكمش. هانتوما شوفوا البصيله ديالي من بعد ما بقات حتى هودات واللون ديالها شوفوا كي داير، جات غزاله والريحه ديالها رائعه رائعه. بقاو تحركوا فيها حتى تبداو ملي كديروا هكا المعلقه غير الزويته اللي كتبقى. بالنسبه لي انا درت غير 2 ديال البيضات اللي طربتهم مزيان، وكنبدا نحرك هكا بالزربه باش ما كيتكونوش ليا دوك الخيوطه في في البصله صافي. بالنسبه اللي كيبغي يدير البيض بزاف ممكن ديروا حتى 6 ديال البيضات راه مزيانين، غير انا ما كيعجبنيش البيض في البسطيله، درت غير 2 بيضات صافي. وكنبدا نحرك مزيان حتى تنشف لي داك البيض كينشف مزيان صافي. وكنديرها في شي صفايه باش الا بقات شي حاجه كتهود. ها هو الدجاج ديالي من بعد ما فرتته مزيان، كلشي كيعرف كيفاش يفرتت داك الدجاج، ديروه هكا قطع صغيره. وهذه البصيله هانتوما كيهودت داك الزيت ديالها صافي. غادي نزيدها على الدجاج وغادي نحاول نمزجهم مزيان ونخليهم على جنب، ونوجدوا اللوز اللي غادي نرافقوه مع هذا الدجاج. اللوز عندي هنايا تقريبا واحد 400 غرام ديال اللوز اللي مقلي في زيت بارده، قليته وخليته تنشف. من بعد ما طحنته غادي نضيف عليه دابا 2 معالق كبار ديال السكر سنيده ومعلقه ديال القرفه، وداك السكر منكه بزهره البرتقال. وغادي نضيف معلقه كبيره ديال الزبده صافي. وغادي نحاول نخلط مزيان هاد اللوز هذا ونحتفظ به جانبا. من بعد غادي ناخذوا عندي هنا شويه ديال الزيت، هذيك الزيت اللي تسقطرات ليا من قبيله ديك البصيله، خديت منها واحد شويه وزدت عليها الزيت. غادي نديروا الورقه ديال البسطيله قطعتها على 4، وغادي ناخذ هاد الليمون هادو غير باش ناخذ بهم القياس، وباش انا كنطيب بهم البسيطلات باش كيجي الشكل ديالهم كيجي مقاد. وغادي ندير كميه من ديك البصله مع اللي درنا قبيله، وغادي نضيف لها معلقه ديال اللوز، وغادي نحاول نجمع هاد الجنيبات هادو. انا كنسد بالماء والدقيق، وانايا كنجمع بهاد الطريقه هذه. من بعد غادي ندير عاوتاني ورقه اخرى من الفوق ونقلبها كما كيبين لكم الفيديو، ونعاودو نسدو بالماء والدقيق صافي. وكنكمل على هاد الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله.
من بعد ما كملت البسيطلات ديالي كاملين، غادي ناخذ هاد البلاستيكات هادو راه كيتباعوا موجودين عند الناس اللي كيبيعوا لوازم ديال الحلويات، راه غتلقاوهم عندهم. غنبدا نستف البسيطلات ديالي وغادي نغطيهم مزيان ونحتفظ بهم في المجمد حتى تنبغيهم، وكنجبدهم نيشان كنخرجهم من المجمد وندخلهم الفران كيطيبوا ونعسلهم ديك الساعه ونزينهم بشكل اللي بغينا. هما البسيطلات ديالي من بعد ما طيبتهم في الفران زينتهم هكا بشويه ديال اللوز ايفيلي من الفوق، كيجيو رائعين رائعين غزالين. المذاق ديالهم جا رائع، جربوهم وردوا عليا الخبر، وفي فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.